السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله العدس اللي هنعمله مع بعض النهارده بطريقة سهلة جدا ومبسطة بجد، وشكله بجد يفتح النفس. ايه رأيكم بقى؟ يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني منوريني على القناة ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناة. ايه رأيكم بقى يا حبايبي؟ ان شاء الله تنول اعجابك. يلا بينا على الوصفة عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدأ الوصفة حبايبي نسمي كده الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة في الوصفة بتاعتنا عشان نعمل أحلى عدس مع بعض، معانا كده حوالي نص كيلو عدس. طبعا بيجي تشتريه وتنقيه، بعد كده تغسليه جامد وتنقعيه في المية. أنا نقعته حوالي نص ساعة، تمام. بعد ما نقعته نص ساعة ممكن تنقعيه أكتر كمان، ممكن تنقعيه ساعة مفيش أي مشكلة. بصوا يا حبايبي، أنا طبعا هشطفه تاني، هغسله تاني عشان ارفعه على النار. وجايبه خمس طماطمات واربع بطاطسات، اربع حبات بطاطس قطعتهم حتت قطع كده زي ما انتم شايفين، وهحطهم على بعض وارفعهم على النار. لو عندك بطاطس كبيره ممكن تحطي اتنين حبات بطاطس، اتنين كبار دولك اربعه صغيرين، وخمس طماطمات. تمام، هرفعهم على النار وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، انا كده بعد ما رفعته على النار حطيته على طول، هو خلاص قرب يستوي كده. حطيت الطماطم وقطعتها والبطاطس اهي ورفعته، حطيت عليه ميه وسبته لغايه ما استوى. انا هسك عليه اهو وهضربه في الخلاط وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، بعد ما عملته في الخلاط، طبعا عشان وقت الفيديو ما رضيتش اوريكم وانا بعمله في الخلاط، وصفيته بالمصفى وحطيته زي ما انتم شايفين كده في الحله الكبيره دي، وزودته شويه ميه. تمام، وحطيت شويه معلقه فلفل ومعلقه كمون وشويه ملح، طبعا حسب الحوض اللي انت هتعمليه. بعد كده انا قطعت حوالي بصلتين اهو، وهحط عليهم شويه زيت وهرفعهم على النار لغايه ما تحمري كده البصلايه عشان هنحطها على العدس. تمام، ومعايا كمان حوالي ده المج بتاع الشاي، انا عامله كوبايه رز، مج وربع كده. تمام، هنقيه واغسله عشان لما العدس يغلى هنحطه ويا بعض. تمام، انا هسيبكم بقى عقبال ما يغلي شويه وارجع لكم تاني. شايفين كده انا حمرت البصله، بس فضيتها من الطاسه وهبصوا وهحطه زي ما انتم شايفين كده اهو. وايديا فيه في التقليب بقى، يعني على طول تقلبي، هقلب كويس طبعا ايديكي فيه على طول. انا طبعا فضيت البصله عشان اعرف اشيلها، فضيتها في طبق كده. طبعا هتروحي حطها بالزيت اللي فيها. تمام، بصي كمان انا عينت شويه كمان عشان احطهم على وش الاطباق اهو، شويه بصل. تمام، وهقلب ايديا فيه بقى لغايه ايه ما يستوي، اتاني اقلب فيه. لسه هحط الرز، لسه ما حطيتوش برده. بصوا يا حبايبي، بعد ما العدس كده غلي هبتدي احط المج وربع رز اللي انا قلت لكم عليه. طبعا انا غسلته وهبتدي احطه كده. انا حطيت الرز وهقلب، طبعا ايدك فيه على طول تقلبيه عقبال ما يلف ويستوي معاكي. يبقى احنا الوصفه بتاعتنا حطينا نص كيلو عدس، وحطينا بصلتين كبار. تمام، حمرناهم وخلينا شويه كده على جنب عشان نحطهم على وش ايه الاطباق. وحطينا طبعا مع العدس اربع بطاطسات صغيرين، ممكن تحطي اتنين كبار، واربع طماطمات او خمسه، وقطعناهم وحطيناهم على العدس ورفعناهم على النار. طبعا تكوني منقيه العدس ونقعاه، وبعدين تحطيه على النار بعد كده وتسيبيه لغايه ما يستوي. وبعد كده تاخدي الحاجات كلها في الخلاط تضربيه وتصفيه. تمام، وهنسيبه لغايه ما يغلي كده، ونعمل نروح طشين البصل عليه ونحط الرز زي ما انتم شايفين كده، مفيش اسهل من كده. انا زودت شويه ميه، طبعا انت مش عايزه تحطي ميه بس هيبقى تقيل قوي. تمام، انا بحط ميه عشان بيبقى تقيل قوي، مش عايزه تخففيه براحتك برضو. وطبعا العدس ان انا حاطه نص كيلو، ممكن انت تحطي ربع، تحطي كيلو براحتك خالص. وحطيت معلقه فلفل، معلقه كمون، وملح حسب الحدق اللي انت عاوزاه. تمام، وتنينا نقلب فيه كده، هنقعد نقلب فيه كده لغايه ما يلف معانا. يعني تقلبي وتسيبي تريحي ايديكي وتقلبي تاني. تمام، انا بقى هقلب فيه شويه، واول ما يستوي هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، انا نسيت كمان اقول لكم ان انا هعمل تسقيه من العدس. انا اخدت العيش كده حمصته في الفرن زي ما انتم شايفين لغايه ما نشف كده معايا، وقطعته بقى زي ما انتم شايفين كده. بصوا، نشفته كده في الفرن وقطعته كده، وهحط عليه العدس اول ما يستوي. بصوا يا حبايبي، كده استوى، هتلاقيه لف منك كده وتقل زي ما انت شايف اهو. ده منظره بعد ما استوى. هبتدي بقى احطه على العيش. ده العيش اهو اللي انا قطعته معاكم، ده العيش يا حبيبي اللي انا قطعته.
وهبتدي احط عليه. بصوا يا حبايبي، بعد ما عملت التسقيه، طبعا انت مش حابه تعملي التسقيه دي مفيش اي مشكله، انا بحب اعملها، فانت براحتك خالص. ورشيت عليها بصل اللي انا كنت راكناه، وطبعا فضيت في الاطباق، انا عامله كذا طبق وفي اطباق تانية برضو اهو. رشيت على وشهم كده، عامله زي المهلبيه بقى كده ولا لا؟ بجد والله تحفه وطعمه رائع، وكمان ولادك هيحبوه قوي. طبعا في ناس بيحب يعملوا العدس بالشعريه، لكن انا عاملاه بالرز زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم بقى؟ بجد تحفه. ايه رايكم يا حبايبي؟ لو عجبتكم الوصفه اكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.